ايه الفرق بين التدريب والتطوير المهني؟ طيب، كلمة تطوير في حد ذاتها شرحها بمنتهى البساطة هو انتقال الإنسان من نقطة إلى نقطة أفضل. فعملية تطوير هي تشمل إن أنا أتعلم، فأنا بطور، تشمل الصحة، أنا بطور صحتي، بطور يعني بنياني التركيبة الجسمانية بتاعتي، أنا بطور عقلي. فعملية التطوير هي دايما الانتقال من نقطة إلى نقطة أفضل منها. فلما بنتكلم عن التطوير المهني هو تطوير التركيبة المهنية للإنسان. وزي ما شرحت قبل كده، التطوير المهني هو علاقة الإنسان بحياته كلها، بدءا من الإدراك، عملية التعلم في بداية المراحل الأولى لحياة الإنسان، ثم الانخراط في حياة اجتماعية، ثم التوظيف، ثم بناء أسرة، ثم كل مراحل الحياة. فده اسمه المسار المهني. فلو بتكلم على التطوير المهني هو إزاي أقدر أنتقل دايما من المرحلة اللي أنا فيها أو النقطة اللي أنا فيها إلى نقطة أفضل. التدريب هو إن أنا بتدرب على حاجة معينة، بمعنى ان انا عاوز اتدرب مثلا على مهارة التواصل، فبروح احضر برنامج تدريبي ازاي اتعامل في مع الاخرين وابني علاقة تواصل جيدة، وابتدي اخش في منهجيات معينة، اليات معينة. المنهجية اللي بتحصل في عملية تطوير علاقة التواصل دي، ده اللي بنبقى نتكلم عنه اسمه تدريب.